السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في قناتكم أديب وجديد، يا رب تكونوا في أحسن حال. النهاردة معانا الحواوشي الإسكندراني أو رغيفة اللحمة من الألف للياء في البيت، أطعم وأوفر وأحلى بكتير من الجاهز. يلا بينا نشوف الطريقة. معانا كده إن شاء الله كيلو دقيق، هنحط عليه معلقة كبيرة خميرة ممسوحة مش مليانة قوي، لان احنا مش عايزينه يخمر قوي معانا، عايزين بس العجينة تفتح في القطمة وتبقى حلوة. بس هنحط كمان معلقة صغيرة بيكنج باودر، هنحط معلقة صغيرة ملح، ومعلقة كبيرة سكر. هنقلب كده المكونات تقليبة كده مع بعض، ونحط حوالي 4 معالق كبار زيت، وواحدة هنخليها للآخر، يعني معايا 5 معالق زيت، يعني تقريبا كده لكل كوباية دقيق معلقة كبيرة زيت. هنبدأ نقلب المكونات كده ونعجنها بالمية، سواء مية عادية من الحنفية أو مية مدفياها شوية صغيرين. أنا مش مهم عندي المية تكون دافية المرة دي، لأن زي ما أنا قلت لكم مش عايزاه يخمر معايا ولا حاجة. طبعا ما بحطش زي ما احنا اتعودنا المية كلها مرة واحدة، بعجن حبة حبة وبشوف الدقيق او الكمية اللي معايا هتاخد قد ايه من المية. وكمان المية لما بتتحط حبة حبة صغيرين بتعمل لي عرق للعجين، او المطة اللي هي بتبقى في العجين، فبيتعجن معايا كويس وبيديني نتيجة كويسة في الخبز. انا كده بعد ما قلبت المكونات بالمعلقة هبدأ اعجن بايدي زي ما احنا اتعودنا، نعجن العجينة كده كويس مع بعضها. مش هحددلك مية ولا كمية مية، انتي بنفسك كده تشوفي العجينة لما تبدأ تتعجن حوالي 15 دقيقة، معاكي ربع ساعة، هتشوفي ازاي العجينة بتسيب من ايدك وما عادتش بتلزق قوي زي الدرجة الاولانية. فبتبدأي هنا تعرفي ان خلاص العجينة اتعجنت وبقى لها مطة كده، فبتبدأي خلاص تسلكي ايدك منها، وكده تبقى انتهت عملية العجن. بحط بقى زي ما انا قلت لكم في بعد ما عجنت خالص كده، بحط اخر حاجة معايا معلقة الزيت الاخرانية، وببدأ اسيبه يرتاح شوية، مش بيخمر معايا، يعني يا دوبك 5 دقايق كده ولا حاجة يرتاح، بس عشان اعرف اقطع العجينة واعملها كور على قد الرغيفة اللي احنا هنعملها. سبته كده ال5 دقايق اهو، وبعدين هكوره كور على قد الرغيف اللي انا عايزاه صغير، عايزاه متوسط، عايزاه كبير، زي ما انتي عايزة. بتبدأي تكوريه. كيلو الدقيق اداني حوالي من 13 ل 14 رغيف، او ممكن كمان 15 على حسب الحجم اللي انت عاملاه. بركنه بقى كده حوالي برضو 5 دقايق معايا او 10 دقايق على ما اعمل اللحمة بتاعتي. عشان اعمل خلطة اللحمة بتاعتي بجيب البصل على قد اللحمة اللي معايا، لو انا معايا نص كيلو بجيب بصلتين كبار، وبجيب عليهم فلفل اخضر او الوان زي ما انا حابة، و3 4 فصوص توم، وبعمل عليهم طماطميتين مخليين من البذر، وبحط عليهم التوابل اللي قدامك دي. بحط بصل بودر وتوم بودر وفلفل اسمر وشوية من السبع بهارات، وكمان جوزة الطيب، ولو عندك كوبيبة صيني بتحطي برضو. انا ما كانش عندك بيبة صيني، حطيت بس جوزة الطيب رشة منها. وبعد كده هناخد المكونات دي كلها ونضربها في الكبة، ونبشرها ببشر خشن مش ناعم. لو هتبشريها على المبشرة او لو هتضربيها في الخلاط تضربيها بشوية مية صغيرين، بس تحاولي تصفي منها المية. بحط شوية ملح، وبيبقى عندي اللحمة المفرومة بتاعتي ده نص كيلو، عليه تلته دهون، فرمتها اهو فرم خشن مش ناعم قوي. هحطها بقى على اللحمة بتاعتي. يستحسن الدهون اللي تكون على اللحمة تكون ليا او حتة من الدوش. لو انت عايزة تزودي كمية اللحمة شوية ممكن تحطي حوالي كوباية صغيرة من فول الصويا، بس من غير ما تنقعيه، على اساس انك هتضربيه مع البصل ويشرب مية البصل معاكي.
بتحطي بعد كده معلقتين كاتشب او صلصة، بس تحطي على الصلصة معلقة عسل اسمر، وبتحطي عصرة ليمون، وبعد كده بتكوريها على قد الرغيفة اللي عندك زي ما انت شايفة معايا. وبتجيبي بقى العيش بتاعنا اللي احنا عملناه او العجين بتاعنا اللي احنا كورناه، وبتعمليه بالطريقة دي، بتفرديه مش قوي، بتعملي دايرة صغيرة، وبعدين بتحطي فيها الكرة بتاعت اللحمة بتاعتك زي ما انت شايفة معايا كده. لو لقيتيه بيشد معاكي ممكن تسيبي العجين شوية لحد ما يطرى ويبدأ يتفرد بسهولة معاكي. بتلمي بقى العجينة بتاعتك على كرة اللحمة بالمنظر ده، وبتعمليها كورة تاني. بتحاولي تلمي العجينة كويس قوي قوي عشان ما تفتحش منك، وخلي بالك ما تبقاش ايدك معكوكة اي مادة دهنية، لا زيت ولا اي حاجة ولا الرخامة ولا اي حاجة معكوكة، علشان يربط معاكي ويتلم معاكي بسهولة. لان لو معكوكة ايديكي زيت او العجينة معكوكة زيت مش هيلم معاكي بسهولة. معلش جوانتي كان مش مريح ابدا في الشغل، فقلعته بقى وعملت بايدي اهو. بتلمي العجين كويس قوي قوي كده، وزي ما قلتلك خلي بالك ايدك ما تبقاش معكوكة اي مادة دهنية عشان العجين يربط مع بعضه. بتلميها كويس، ما بتبططهاش على الرخامة، بتسيبيها كرة زي ما هي، وافرديها على الصينية على طول اللي انت هتعملي فيها، او لو هتعمليه على الطاسة، في الطاسة على النار بتاخدي الكرة بتاعتك وبتفرديها عادي في الطاسة حتى وهي سخنة، مش مشكلة. انا كان عندي حتة ليا مسيحاها، فردتها كده على الصينية بتاعتي، وعكيت بقى ايدي هنا المادة الدهنية بتاعتي، حتة اللي هي او الزيت او اي مادة دهنية، وجبت الكرة بتاعتي وبططتها كده زي ما انت شايفة معايا في الصينية، وايدي معكوكة اهي عشان يتحمر من فوق ومن تحت. انا طبعا يا جماعة لقيته انه سهل عليا ان انا اعمله مرة واحدة في الفرن، وسهل جدا ان انت تعمليه في الفرن. بتعمليه في الصينية كده زي ما انت شايفة، وبعد ما تبططيه عشان ما يتنفخش معاكي وما يبقاش عيش ويفصل، بتعمليه بتخرميه بتشكشكيه كده بالشوكة، وبعدين الصينية بتحطيها في الرف الاخراني خالص بتاع الفرن علشان تتحمر من تحت، وبتقيدي الشواية بعد كده عشان يتحمر من فوق. او لو عندك الفرن بتاعك بتقادي الشواية مع الفرن من تحت، بتقادي الاتنين مع بعض، وبرضو بتكوني حطاها في الرف الاخراني خالص، وبعد كده بتطلعيه بعد شوية، بتطلعيه في الرف الوسطاني على اساس انه يتحمر من الوش، وبيطلع معاكي بالمنظر الروعة التحفة ده. لو في الطاسة بنفس الحكاية، بتدهني الطاسة مادة دهنية. انا جربت عملته في الطاسة قبل كده بس خد مني وقت طبعا لاني بعمل رغيف برغيف. برضو بتشكشكيه بالشوكة، بتحطيه في الطاسة، وبتفرديه برضو هو في الطاسة، حتى لو هي سخنة بيتفرد معاكي بس ما تبقاش سخنة قوي علشان تقدري تشيليه بسهولة. يعني ما تفرديهوش قوي، بتفرديه حبة كده وبتحطيه، وبعد كده بتكملي فرده في الطاسة، وبتقلبيه على الوشين، ما بتستنيش كل وش، بتقلبيه على طول دقيقة ودقيقة دقيقة ودقيقة، وبتغطي عليه علشان يستوي معاكي كويس، وبيطلع بالمنظر الحلو قوي ده. والطعامة مش قادرة اقول لكم على الطعامة ولا الريحة، روعة يا جماعة، واوفر بكتير من اللي هتعمليه بره. وكمان انا مكبرة رغيف هنا وطلع لي حوالي 14 او 15 رغيف. لو صغرتيه على قد اللي بيتباع بره، شوفي هتعملي كام رغيف، بجد تحفة تحفة تحفة. ما تنسنيش بقى بالدعوة الحلوة والاشتراك في القناة واللايك والشير وفعل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.